تعالوا اخدكم معايا في روتين يوم الجمعة اللي هو اصلا المفروض اجازة، بس احنا كأمهات ما عندناش اجازة. بس والله ده فضل ونعمة من ربنا، ربنا يا رب يدومها علينا نعمة كده دايما. اول حاجة صحيت من النوم قلت بقى اخرج اجيب الاول كل اللي انا محتاجاه عشان اقضي اليوم كله اعمل كل اللي ورايا. نزلت جبت اول حاجه العيش عشان كان خلصان من عندي. بعد كده رحت جبت لهم فطار مصري اصيل كده، فول وطعميه، ورحت جبت الخضار اللي محتاجاه عشان النهارده هنعمل محشي. رحت جبت كمان الفراخ. بعد كده جريت على البيت بقى وابتديت احضر في اول حاجه الفطار. وابتديت بالبطاطس هعملها بالطريقه اللي قلت لكم عليها، احطها في الاير فراير. انا قلت لكم انا بعملها بطريقتين، دي الطريقه التانية. بقطعها عادي وبروح حطها في حله وحط عليها ميه كاني هسلقها وارفعها على النار. بس ما بسيبهاش تغلي، لا انا اول ما تبتدي تكون خلاص هتغلي بروح شايلها من على النار مصفياها وحط عليها فلفل اسمر وحط عليها ملح وحط عليها زيت. وعادي ممكن تستغني عن الفلفل الاسمر، دي حاجه اختياري يعني مفيش مشكله. بقلبها كويس واروح بقى ايه، حطها في قلب الاير فراير. وانا عندي الاير فراير برامج يعني، لكل حاجه لها برنامج وكده. فبختار برنامج البطاطس هو 200، درجه الحراره 200، والوقت بتاعه 20 دقيقه. عشان لو انت هتظبطي على اير فراير مش برامج تايمر بس. وفي النص يعني في نص الوقت بديها تقليبه بس كده خفيفه. بصراحه الطريقه دي بتطلع البطاطس مقرمشه وتحفه وحلوه جدا جدا، ومعتمداها ما بعملهاش الا بالطريقه دي. وبرضه لو عايزيني اقول لكم رايي في الاير فراير بتاعتي وازاي محافظه عليها لحد دلوقتي، ناس كتير جدا بتقول النوع ده بيقشر مش حلو. فلو عايزين اقول لكم رايي وبتدي طعم في الاكل ولا لا وبتعمل ريحه والكلام اللي احنا بنسمعه كتير ده، قولولي وانا اعمل لكم ريفيو عنها كامل في فيديو وانزله لكم. بعد كده بقى رحت قلت اعمل الفول، انا جايباه متوضب بس احنا لو ما تعبناش نفسنا ما نبقاش امهات. اضطريت ان انا هو ما اضطريتش، هو انا حاجات طلبت معايا اوضبه تاني برضو، بس طبعا من غير ملح وكده يعني. بس بعد كده بقى كنت قايلت لهم الطعميه بيحبوها صوابع كده وبيحبوها مقليه في زيت. وقالت بقى بتنجان فلفل، يا رب انا اسفه. انا الفلفل حطوه في الاير فراير برضو من غير ولا نقطه زيت، وانا قلت لكم في الفيديو قبل كده ان انا بحطش عليه نقطه زيت وبقليه وبيطلع تحفه جدا جدا. بطلعه وبعصر عليه ليمونه بس وشويه ملح بيبقى خطير بصراحه. كانت البطاطس بقى خلصت، بص شكلها قمر ازاي، كمان الصورة ظلموها بصراحة. بعد كده الجمعة كانت اشتغلت بقى، فرحت ايه مولعة البخور بتاعي عشان احس بروايح يوم الجمعة. انا بالنسبة لي الجمعة يعني صلاة الجمعة والبخور. بعد كده بقى ابتدي يعني اعمل في الغدا وكده. فجبت الفراخ اول حاجة، قلت انقعها على ما اظبط كام حاجة تاني كده. فنقعتها في المحلول النقع بتاعي، عبارة عن مية وليمون ودقيق وملح. بس بصراحة المحلول ده بيخلي الفراخ قشطة ومفيهاش دم ولا زفارة. بعد كده بقى مسكت الخضرة قطعتها عشان برضو اغسلها واركنها. وحطيت الحلة على النار وحطيت فيها توابل الشوربة كلها لما غليت. ونزلت بقى بالفراخ، طبعا اللي على الوش ده الريم. بعد ما بنزل الفراخ بشيله، ما تقلقوش يعني عشان محدش يقول لي ايه اللي على الوش ده، ده الريم عادي. بس بعد كده رحت جايبه حله وحاطه عشان اعمل بقى فيها التسبيكه. حطيت فيها زيت وسمنه، بحط الاتنين مع بعض، انا بحب الاتنين مع بعض وكلنا بنحب كده اصلا يعني. بس وحطيت بقى البصلة، انا مش بديها لون، مش بحمرها قوي، لا انا بس تتبل معايا وتاخد لون خفيف قوي بروح نازلة بالصلصة على طول. ما بقعدهاش اكتر من كده. بعد كده بقى نزلت بالتوابل بتاعتي كلها. البهارات دي اختياري يا جماعة، وانت كل واحد بيحط البهارات اللي بيحبها واللي بيحس ان هي بتطعم له الاكل بالنسبة له بتبقى حلوة. فكل واحد فينا مختلف. في صينية بقى قلبت كله على بعضه، الخضرة على الرز على الصلصة. في ناس بتحطهم في الحلة وتسيبهم يستووا 5 دقايق مثلا كمان. انا لا، انا بحب كله يعني على بعضه كده يتحط ووحشي على طول على طول. ما بسيبهاش تستوي تاني. الكرنب بقى اصلا ما عملش معاكم في حاجه لان هو كان في المتفرز اصلا، وحد عزيز عليه هو اللي جايبهولي، ربنا يبارك لها يا رب. فابتديت شغل فيه على طول، والخطوه دي ريحتني عن مجهود جبار ان انا اسلق كرنب واقطع ومش عارفه ايه، بجد بجد انجاز يعني. ربنا يبارك لها يا رب. هنا بقى جربت، صحابي قالوا لي على محشي البصل، قلت لا لازم اجربه واشوف طعمه حلو فعلا زي ما قالوا لي ولا لا. والتجربة كانت لذيذة بس انا ما حبيتهوش قوي، بس هو كان حلو بصراحة مش وحش. بس انا بالنسبة لي لا، مش ممكن اعمله تاني عادي يعني. بعد كده قعدنا بقى نذاكر انا والولاد، عشان زي ما قلت لكم ده يوم المذاكرة يوم الجمعة ده، ونحفظ اللي علينا وكده يعني. بعد كده بقى الولاد جاعوا بعد ما خلصوا مذاكرة، قلت بقى اما احضر لهم الغدا عشان يتغدوا. فبحمر الفراخ في الاير فراير. برضو انا الاير فراير دي ايدي ورجلي، انا حرفيا ما بطلش استخدام، لازم على الاقل مرة في اليوم بستخدمها.
في تحمير الفراخ يا جماعة وهم أحلى بقى من إنك تجيبي طاسة وتمليها زيت وتحمري فيها الفراخ. بجد لأ، الفراخ كده بتبقى أخف بكتير قوي قوي، بتبقى حلوة جدا جدا. بظبطها برضه على برنامج الفراخ بتطلع روعة. وهنا بقى المحشي، شايفين الدخان؟ بجد كان تحفة والله العظيم، مش مجاملة في نفسي بس لأ، ما شاء الله والله كان حلو الحمد لله. وكده يومي كان خلص. عملت لي بقى كوباية النسكافيه بتاعتي في المج المفضل بتاعي، ولقيت فيلم أفواه وأرانب شغال وأنا بحبه جدا. قلت خلاص أنا هكمل سهرتي قدامه لحد ما الولاد يناموا وأنا كمان أنام. وكده الروتين بتاعي خلص. ولو عجبكم ما تنسوش تسيبوا لايك وكومنت على الفيديو. مع السلامة.